هو انتي ما اتخطبتيش ليه يا سوزي؟ او انتي ليه ما بتحبيش تتكلمي في الموضوع ده، انتي او الشخص اللي في حياتك؟ اول حاجه، انا عموما ما بقتش احب اتكلم عن اي حاجه اصلا تخص حياتي مع حد او على السوشيال ميديا. ممكن اطلع اهزر، ممكن اطلع اتكلم بعفويه، لكن حاجه تخص حياتي انا شخصيا كفايه قوي الفضايح، وكفايه قوي اللي حصل لي، وكفايه قوي اللي حصل على السوشيال ميديا، وكفايه قوي ان الناس بقت عارفه كل حاجه. الناس بقت عارفه بابا وماما واخواتي، وماما شغاله ايه وبابا شغال ايه. فكفايه كفايه يعني عايزه اخلي فيه خصوصيه اكتر، عايزه الم الدنيا. دي حاجه. تاني حاجه، انا مش بتكلم عن ان انا عندي 20 سنه وان انا سني ده صغير، او السن ده عموما مفيش النضج التام. مفيش، لو احنا اقل مشكله ممكن اقول خلاص احنا كده ممكن ننفصل او نتطلق. او عموما احنا شفنا بعينينا الناس اللي اتجوزت في سننا على السوشيال ميديا عملوا ببعض ايه. انا مش قصدي على حد معين، بس انا قصدي ان انا خايفه اصلا اخش في تجربه زي دي. غير ان احنا ارتبطنا في شهر 2 2026، كل اللي قبل كده كنا حرفيا صحاب. سيبني من ده كله وهتكلم في ان انا لو قرايه فاتحه بس اسمها يبقى رسمي عادي، ما عنديش اي مشكله في اي حاجه زي دي، انا او الشخص اللي في حياتي. بس الفكره انا واحده بحب الامور تبقى واضحه جدا، بحب يبقى شكلي كويس، شكلي زي اي شكل بنت، شكلها حياتها عاديه، حياتها ما فيهاش اي معاناه. انا لسه بخلص ورق واجراءات في المحكمه عشان نبقى واضحين جدا وابقى بتكلم معاكم بكل صراحه. انا لسه بخلص اوراق ولسه عندي شويه حاجات بخلصها. دي حاجه. لسه ما قدمتش في الجامعه ولسه مستنيه التقديم يفتح. دي تاني حاجه. وعندي حاجات كتير مش مترتبه، عندي عمليه. غير ان انا والشخص ده احنا عارفين بعض كويس ومتفاهمين كويس، بس عايزين نبقى عارفين بعض اكتر. انا مش هروح مبقاش واحده لسه ما كملتش باقي تعليمي ولا مقدمه في جامعه وعندي ورق وحاجات بتخلص واروح ادور على ان انا اتخطب. يعني انا واحده اتاذيت كفايه نفسيا، فانا الشخص اللي معايا قصدي مش كده خالص. بس انا مش مستنيه لما يحصل بينا دروب يقول انت واحده مش متعلمه، ولا انت واحده فيكي كذا كذا. انا واحده عايزه ابقى سويه نفسيا، مخلصه كل مشاكلي، مخلصه كل اللي حواليا، معايا شهاده كويسه، على الاقل دخلت جامعه كويسه، على الاقل دخلت معهد كويس، على الاقل خلصت ورقي واجراءاتي اللي انا بخلصها في الحته كذا. وبعد كده افكر في حوار الخطوبه. كده كده احنا فيها واحنا مع بعض، وما فرقتش من شهرين 3 تاجيل لحد ما اخلص اموري. لكن انا مش هروح اتسرع عشان خاطر ترند وعشان خاطر فيو وعشان خاطر الناس هتشوف ان العلاقه اللي هي كانت معرفش ايه بقت ايه و... وجبنا كل حاجه وخلاص اتخطبنا وواو وشوفوا الخواتم. انا مش واحده متسرعه، انا واحده متفاهمه جدا. لازم ابقى انا والشخص اللي معايا نفس بعض. انا مش عايزه ابقى اقل من حد. انا عايزه ابقى بنت متعلمه، بنت زي اي بنت. بعد كده افكر في الموضوع ده. يعني الحب والخطوبه والجواز والخلفه والكلام ده كله مش هيجري مني. انا مثلا خلاص مثلا ما عنستش، اللي هي ما عنستش، او ان انا خلاص العمر بيضيع مني، احنا لسه فيها. لكن انا ما اسيبش حاجات مهمه واروح اجري على ان انا اروح اعمل خطوبه وانا حاسه ان انا ممكن بعد الشر لو حصل بينا خلافات ايه والكلام طبعا اللي احنا بنشوفه ده، الكلام ده بعيد عن الشخص اللي معايا، الاقي نفسي بيتقال لي كلمه تجرحني. لا انت واحده مش متعلمه، ولا انت واحده كنت في ظرف ما. ليه انا اسمع الكلام ده؟ انا واحده بخلص حياتي، كل واحد بيشوف مصلحته. انا واحده بخلص الحاجات اللي ورايا والحاجات اللي عندي، بعد كده افكر في حاجه زي دي. فانا مثلا ما احبش شخص ما صحفي ولا حد اصلا ما يعرفنيش ولا يعرف اموري يسالني في سؤال شخصي. طب بتاع ايه اصلا تسالني سؤال شخصي؟ ايه ده؟